السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد أعزائي المشاهدين. من غير ما أطول عليكم، تعليق صغير على فيديو اللي عامله سيادة المستشار، سيادة السمسار، انتوا بقى عايزين تسموه اللي تسموه، على حتة طارق يا محمد يا محمد، مش عايز أقول اسمكم بالكامل. ما تقول يا عم اسمهم بالكامل، هتفرق فين لو قلت اسمهم بالكامل؟ انا عايز اعرف بس، يعني ايه هو اللي هيفرق لو قلت اسمهم بالكامل؟ وهم عملوا لك ايه؟ يعني سقطوك في انتخابات؟ طب دلوقتي انا كمشجع زملكاوي بفتح قناة الزمالك الرياضية مستني رئيس نادي الزمالك يتكلم عن حاجة رياضية تتعلق بكرة القدم، قاعد بيتكلم على مشاكله في النواب. انا يا عم انا مشجع زملكاوي وبحب رئيسي وبموت فيه، ومستني بقى يقول لي الصفقات وافريقيا، ويطمني على المدرب، ويطمني على الفرقه، ويطمني مين اللي هيجي يحل مكان امام عاشور. قاعد بيتكلم في مجلس النواب، وطارق ومحمد وبيصرخ وبيتخانق مع ايطاليانو ومع المختلط واولاد زموره. انا مالي انا بمشاكلك على الفيسبوك مع اصحابك؟ انا مالي انا؟ مالي انا؟ واحد بتتكلم عن الفيلم اللي كان هيتعمل لك من احمد زكي ومحمود عبد العزيز. ما الفيلم اتعمل 4-2-4. يونس الشلبي، انت كان يونس الشلبي هو البطل، اللي هو انت كان رئيس النادي، وكان عنده سمير غانم ووحيد سيف في الاداره، وبيجيبوا بيعملوا سحر. اللي ما شافش 4-2-4 يا جماعه يروح يتفرج. رئيس النادي يونس شلبي في الفيلم اسمه منصور. اللي مش مصدقني يخش دلوقتي على اليوتيوب بقى، على جوجل، 4-2-4 الفيلم الكوميدي عن كرة القدم ورئيس النادي، وكان بيتعامل في السحر وجايب لعيبه، كان اسمه منصور. ايه اقول لكم ايه اكتر من كده؟ يعني عايزين ايه اكتر من كده يعني؟ بس فهو ده الفيلم اللي بيقول لك كان هيتعمل عليا وبتاع، اتعمل 4-2-4 تاني. 4-2-4 بطولة المحترم الفنان يونس الشلبي، رئيس نادي وكان اسمه منصور، من الفلاحين. ومع يعني احترامنا للفلاحين كلهم حبايبنا، بس انا بوضح الفيلم. وما كانش عارف يدير نادي ولا يعمل حاجة، وقعدوا يقولوا له سحر وشعوذة، نفس اللي بيحصل دلوقتي. فانا عايز اقول لك ان الفيلم ده اتعمل عليك يا مرتضى. ويا طارق يا محمد مش عايز اقول اسمكم بالكامل، عشان لو قلت اسمكم ايه ده؟ لو ما اشتركتش بالقناه لو سمحت اشترك بالقناه، وشير الفيديو على اكتر نطاق. شير بقى، شير عندك على الفيس، حطه على الانستجرام، حطه على السناب شات، حطه عشان نعمل فيديوهات للقناه. ومراتي حبيبتي المغربيه قمر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبحبكم.